السلام عليكم، طابت أوقاتكم. زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 13 من مايو 2025 ناجحة بكل ما تعنيه الكلمة حتى الآن. ما رأيناه وما تابعناه عبر وسائل الإعلام يدل على الحفاوة اللي أولا التي تم استقبال بها الرئيس ترامب، وعلى قوة العلاقات، العميقة بين البلدين الصديقين. تتحدث عن علاقة يعني اقتصادية وسياسية وتجارية قديمة جدا، تكاد تقارب القرن، أكثر من 92 عاما من العلاقات المتينة بين الدولتين يعني الرائعتين، الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. تمام. وفي هذا المشهد الكبير يظهر الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه قائدا عربيا كبيرا. تمام. والقائد العربي ليس بالشرط أن يكون كبيرا في العمر أو صاحب يعني مثلا يعني إنجازات كبرى أو خارقة للعادة. الميزة في الأمير محمد بن سلمان أنه أتى من الشعب السعودي، من قلب الشعب السعودي. الملك سلمان حفظه الله ورعاه عرف عنه بصرامته في التربية، يعني أولاده لم يعيشوا عيشة الرفاهية والبذخ، يعني صنع منهم رجال حقيقيون بكل ما تعني الكلمة. ولهذا هنا نرى هذا الفتى العربي، هذا الشاب العربي، هذا الفارس العربي، هذا القائد العربي الشجاع محمد بن سلمان. أنا لا أخفي إعجابي بهذا الرجل. طبعا سيقول الآن أعلامي وهذا ولي عهد سعودي والناس، لا والله، متى سنتوقف على هذا؟ لماذا لا نقول كلمة الحق حينما نرى شيء؟ المملكة العربية السعودية اليوم أمام الولايات المتحدة تمثل الأمة العربية كلها، تمثل العالم الإسلامي كله، تمثل 2 مليار مسلم. تمام. ولا بد أن تكون هناك يعني علاقات جدا وطيدة، ولا بد أن تكون هناك علاقات جدا متينة، ولا بد أن يكون هناك يعني عقليات تؤمن بشعوبها وتخاف على شعوبها من الحروب من هؤلاء المغامرون حول في منطقتنا وفي العالم العربي وفي العالم كله لسوء الحظ. هؤلاء المغامرون أودوا بأوطانهم وشعوبهم إلى الهاويات. تمام. المملكة العربية السعودية أعرفها من 86 وأنا طفل صغير حتى قبل شهر. مملكة تنمو بهدوء، يعني بتواضع، يعني في الروح، لكن الأداء عظيم وكبير. تمام. قيادة تمتلك الحكمة والجسارة ممثلة في الملك سلمان بن عبد العزيز، ثم هذا ولي العهد الشاب الذي أتى بقوة وبعنفوان وجعل السعودية يعني اسما من ذهب، وجعلها يعني قوية كالفولاذ. تمام. أنا أحب المملكة العربية السعودية وأفتخر بها. تدرون لماذا؟ لا، ليس لأني ذهبت إلى القصور أو لأنه تم استضافتي أو لأنه كل هذا كما يظن البعض، لا والله. في مكانين أنا كعربي مسلم يهمني: الحرم المكي، والله إنهم يعملون وهذه شهادة أمام الله، ثم في الحرم النبوي الشريف، والله إنهم يعملون وهذه شهادة أمام الله. قدر الإمكانهم، قدر استطاعتهم، وإمكانياتهم كبيرة واستطاعتهم كبيرة. يعني حينما نصل، يعني ما الذي يهمنا في المملكة العربية السعودية؟ بمعزل عن المقدسات هي دولة عربية أصيلة في المنطقة، لا شك في ذلك، لكن عظمتها أيضا من الله على أن أقدس مقدسات المسلمين إلى يوم القيامة الحرم المكي قبلتنا إليه، ومثوى سيد البشري سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا النظام الحاكم في المملكة العربية السعودية يؤلي جهده في خدمة المشاعر وفي خدمة، يعني الملك نفسه يقول لك خادم الحرمين الشريفين، بمعنى أنه خادم كل حاج، خادم كل معتمر يأتي إلى الأرض المقدسة. تمام. دعونا ننظر إلى الأشياء. أنا صراحة يعني أنا عروبي، أنتم تعرفوني، أنا رجل عروبي وأحب العروبة وأمتي والأمة جميعا وللعالم أجمع والله. لكن ما أراه في السعودية اليوم الأمير محمد بن سلمان هو قائد عربي كبير، يعني يرحب بقائد العالم الرئيس دونالد ترامب. ورئيس دونالد ترامب حتى الآن قد أخرج قليلا من جعبته عربيا. غدا الأربعاء سيلتقي بأحمد الشرع، واليوم أعلن قرار رفع العقوبات على سوريا. تدري ماذا أنا رفع العقوبات على سوريا؟ فتح كل الآباب على سوريا من أمريكا ومن أوروبا ومن العالم. من الذي سعى في هذا؟ من الذي دفع في هذا؟ الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه. هذا إنجاز عربي يعني يسطر بماء من ذهب، هذا إنجاز عربي يسطر بخطوط من نور. هذه الأمة يجب أن تكون أمة حقيقية لها وضعها الحقيقي وكيان الحقيقي أمام العالم، ولن يحدث ذلك إلا بالدول، إلا بمنطوق الدولة، إلا بمفهوم الدولة. ملف الميليشيات يجب أن يغلق إلى الأبد،
وعلى هؤلاء أصحاب الميليشيات وأصحاب الأيديولوجيات أن ينخرطوا في مجتمعاتهم، أن ينخرطوا في دولهم. تمام. أمس الاثنين الحزب العمال التركي بعد 40 عاما من المقاومة المسلحة والاصطدام مع تركيا ومع العراق ومع إيران، تمام، يعلن يقول لك على أنه سيحل نفسه ويلقي السلاح. أعتقد أن هذه دعوة لكل الميليشيات المسلحة في الوطن العربي بل وفي العالم أجمع. القوا السلاح ومدوا يد الزيتون. آن وقت العمران، آن وقت الازدهار، آن وقت السلام، آن وقت السكينة، آن وقت الأمن والإيمان. إلى متى؟ خالص التحية للمملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولهذا الفارس العربي الشجاع القادم بقوة الأمير محمد بن سلمان، وللعهد رئيس الوزراء، وللشعب السعودي الشقيق العظيم، ولكل شعوب المنطقة. والآن يعني خلال اليومين القادمين سيذهب إلى قطر، وما أدراك ما قطر، سنتحدث عن قطر، ثم يذهب إلى الإمارات، وما أدراك ما الإمارات، سنتحدث عن الإمارات. هذه الكوكبة العربية التي تمثل أمة نصف مليار. هل أنت عربي؟ هل أنت فخور؟ أنا كذلك، أنا عربي، أنا فخور، وأمريكي أيضا. God bless أمريكا. السلام قادم إن شاء الله. السلام عليكم.